السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة مطبخ جانا. اليوم رايحين نديرو حلوى جافة بالكلاصاج. الحلوى تجي طرية بالبزاف والكلاصاج ما يبسش واللون نتاعو بالكروفات رائع. راح نتعلمو كيفاش نخرجوه. بالنسبة لوصفة الجاتو فيها 3 حبات بيض، كاس سكر عادي يعني كريستاليزي، خلطهم مليح. نحاول نذوب السكر. راح نضيف لهم عطر الليمون وقشور الليمون. هذه الحلوى تجي فواحة بالليمون. راح نضيف لها نصف كاس زيت مخلط مع نصف كاس زبدة ذائبة. نضيف لها كاس نشا أو مايزينا وكيس خميرة كيميائية. نبدأ نضيف في الفرينة ونلم العجينة. العجينة خليها طرية ما تجيش يابسة. كيما راكم تشوفوا ما تتلاصقش في نفس الوقت طرية. راح نبسطها بسمك 1 سنتيمتر ونطبعها قلوب. نديرها تطيب على درجة حرارة 180 درجة. بمجرد ما تصفر من التحت تبدا شوية تحمر رايحة نحيها. من جهة رايحة نوجد الكلاصاج. حندير 2 بياض البيض، نضيف له سكر ناعم مغربل. لازم نبدا بسكر ناعم لاني لا درت فوقه القارص رايح يطيب لي البياض. هكذا نخلطه شوية. من بعد نضيف باقي المكونات، 3 ملاعق عصير ليمون، 3 ملاعق ماء الزهر، ونضيف عطر الليمون ملعقة. نكمل بالسكر الناعم. راح تديلي 2 بياض البيض يديلي تقريبا ساشي كومبلي تاع 700 غرام سكر ناعم. نخلط باليد افضل، هكذا نضمن السكر يذوب ونضمن الهواء ما يدخلش للكلاصاج. مام في التلوين الالوان تدخل في الكلاصاج. في الاخير نضيف له ملعقة زيت ونخلط. راكم تشوفوا كيفاش يجي. ومن الاحسن يبات، لكن الا ما عندكش الوقت تقدري تخليه 3 سوايع. انا هنايا درت كميه شويه كبيره. رايحه ندير ملون احمر ولون اخضر بيستاش، هكذا نتحصل على اللون كروفات. رايحه نضيف الا شتو رايح للخضوره راح نضيف له الاحمر، الا شتو رايح للغوز نضيف له الاخضر، وهكذا. في الكلاصاج نستعمل الملونات السائله. انا برك عندي هذا بودر يذوب مليح في الكلاصاج، بصح من الاحسن تكون سائله. راكم تشوفوا اني دائما نخلط بيدي باش الالوان تمتزج مليح مليح. هكذا اني تحصلت على اللون اللي حباته. راح نغطس الحبيبات تاوعي ونخليهم ينشفوا. من جهة وجدت وريدات كنت بعجينة السكر، لونتها ايضا بالكروفات لكن فونسيت اللون على الكلاصاج، اي اضفت الملونات الحمراء واخضر بيستاش زيادة. وعندي ايضا عجينة اخرى بيضاء درت لها ملون ابيض وبسطتها رقيقة
ودهنتها بالماء. انا هنايا كنت حابه نختصر الوقت لكن ما نجحتليش، حطيت الحبيبات ديريكت فوق العجينه السكر لكن ما نجحتليش. من الاحسن ديروا شرائح وتحطوهم في وسط الحبيبات الفضيه الرقيقه. رايحه ندير الوريده والشريط لصقهم بشويه كلاصاج. بنفس الطريقه نكمل تزيين كامل الحبيبات. حنقسم لكم حبيبه تشوفوها لداخل، يعني هذه بعد نهارين من اللي قلاصيت الحلوى، وبعد ايام راكم تشوفوا الكلاصاج ما يبسش. هذه وصفة اليوم، ان شاء الله تعجبكم. تزيين كيما قلنا يليق لكامل انواع المخبز، وان شاء الله يعجبكم اللون اللي خرجناه. وما تبخلوش علينا باللايك والبارتاج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.